كهربا حلف بالطلاق ما هو قاعد في الأهل تاني، ومسك في رقبة خالد بيبو وشتمه بأمه وأبوه، وبعدها مسك في كولر والخناقة سمعت في النادي كله، والموضوع وصل لمجلس الإدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب، والقرار خلال ساعات. فضيحة مدوية بتهز النادي الأهلي، بطلها مهاجم الفريق محمود كهربا، واللي دخل في خناقة مع مدربه السويسري مارسيل كولر والكابتن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي، والموضوع وصل لسامي قمصان المدرب العام، وكل ده بسبب المحترف أنتوني مودست، واللي هيكون سبب في رحيل اللاعب عن الأهلي. كهربا اللي جه الأهلي بأزمة وفضل في مسلسل طويل مع غرامة نادي الزمالك، واللي خدت تحويشة عمره كل اللي في جيبه، ولقى نفسه بيلبس في حيطة سد في النادي الأهلي. واللاعب اللي الجماهير هتفت له ووقفت جنبه قرر انه يعمل ثورة في غرفة الملابس، والموضوع ما وقفش على اعتراض ولا تشويحة بالإيد، ده وصل للضرب والشتيمة. يا ترى ايه اللي حصل؟ وليه كهربا اتخانق وعامل مشاكل ملهاش آخر كده؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو اللي جاي، خليك معانا. الإعلام محمد فاروق طلع واتكلم عن خناقة كهربا جوه الأهلي، وقال إن القصة بدأت من قبل ماتش القمة الأخير قصاد الزمالك، واللي خسروا الأهلي بهدفين، ووقتها كهربا كان واخد وعد إنه هيلعب الماتش، بس قبل المباراة اتفاجئ إن مودست هو اللي هيلعب أساسي. وبعد ما الزمالك جاب هدف قام كهربا يسخن من غير ما المدرب يطلب منه. هنا بقى بدأت الخناقة لما خالد بيبو مدير الكرة بالفريق نادى عليه وقال له انت بتعمل ايه يا ابني؟ اقعد على الدكة واصبر. فرد عليه كهربا بغضب وقال له اصبر ايه؟ انتوا مستنيين لما يجيبوا فينا جون تاني وبتلعبوا واحد مش قادر يجري؟ الكابتن خالد بيبو عنف كهربا وقال له بغضب ده مش شغلك، اقعد وما تتكلمش. راح كهربا شايت الشنطة بتاعت اللي هي في وش خالد بيبو، فقام سامي قمصان يتخانق مع كهربا، واللي رد عليهم وقال لهم اللي هيكلمنا هطلع واشتم بألفاظ خارجة. كهربا نزل في الدقايق الأخيرة والأهلي خسر الماتش، بس الخناقة دي اتطورت بعدين، وكولر عرف بيها وعنف اللاعب وغضب عليه قدام اللاعبة كلها في أوضة اللبس بعد المباراة، وده كان سبب رئيسي إنه ما شاركش أساسي في ماتش مازيمبي بدوري أبطال أفريقيا، وفضل عليه المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي اللي ليه فترة طويلة بعيد عن الملاعب بسبب الإصابة. كهربا يسكت على كده؟ لا طبعا. اللاعب رغم انه نزل في الدقايق الاخيره من مباراه الاهلي ومازيمبي، الا انه فضل يشوح لكولر بعد الماتش، واللي كان بينادي عليه في ارض الملعب، وده سايبه وماشي وبيشتم بالفاظ. الازمه دي كلها وصلت لمجلس اداره الاهلي بقياده الكابتن الخطيب، والأكيد إن الأهلي مش هيتهاون مع كهربا المرة دي زي كل مرة، وهيحط نهاية للخناقات والمشاكل اللي عاملها اللاعب جوه النادي وفي أوضة اللبس كمان، والاتجاه الكبير لرحيله بعد نهاية الموسم لفريق في واحد من الدوريات الخليجية، ويبقى كهربا هو اللي جنى على نفسه وكتب نهايته بإيده جوه النادي الأهلي.